اللي يهمني في الفيديو ده مهم جدًا أكلمِك عنه، إيه الحاجات الخطر اللي ممكن تحصل أول 3 شهور واللي مش ممكن تعدّيها أبدًا. غير مسموح على الإطلاق في أول 3 شهور إن يكون في سخونية بدرجة حرارة عالية، لو في سخونية بدرجة حرارة عالية لازم تيجي للطبيب بسرعة جدًا، جدًا. الحاجة التانية، الإفرازات المهبلية زي ما إحنا قُلنا ممكن تبقى موجودة مع الحمل وممكن تبقى عادية، وطبعًا لازم تتعالج، بس ما ننساش لو نزل مننا إفرازات لونها بني لازم نروح للطبيب، لإن ممكن في أول 3 شهور يكون عليكِ نقط دم بني هي بداية إجهاض منذر وحضرتك مش واخدة بالِك، فمهم جدًا، جدًا لو عندنا شوية ألم في البطن كده في مكان الرحم وعندنا شوية إفرازات بُني ما نقولش إن دي إفرازات عادية وما نروحش للطبيب. الحاجة التالتة والمهمة الترجيع. هل الست ما ينفعش ترجّع أثناء الحمل؟ لأ، رجّعي أثناء الحمل، ده طبيعي ومقبول في حدود المقبول. لو رجّعنا أكتر من 4 مرات في اليوم نبدأ نخاف ونقلق. طب بنخاف من إيه يا دكتور؟ بنخاف من حاجة مهمة جدًا اسمها القيء أثناء الحمل، والفيديو اللي جاي هاكلمِك يعني إيه قيء أثناء الحمل، علاجه هيكون عامل